التعاون مؤسسة محمد السادس لعدة السجناء جهة بلدان خنيفرة. مؤسسة محمد السادس لعدة السجناء تنظم بمقر ولاية جهة بلدان خنيفرة حفل توزيع مشاريع مديرة الدخل بغلاف مالي مقداره 1,885,30 درهم بفائدة 29 مستفيد من نزلاء الصادقين بالفضاءات السجنية المنحدرين من مختلف الجهات الملاكة والذين انخرطوا بجدية وفاعلية في برنامج المصالحة الذي تراعى فيه تنوع قدراتهم وتكوينهم وكل مؤهلاتهم، وهذه فرصة لإعادة إدماجهم في النسيج السوسيو-مهني تعزيزا لفلسفة التصالح مع الذات والمجتمع، وهي فرصة أيضا لنقلهم من الاتكالية إلى الاعتمادية. فرصة سعيدة للحضور ديالكم معنا، ويشرفني أن نقدم لكم الأعمال ديال مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، البرامج اللي كتنهض بها المؤسسة وكتنقسم لجزئين مهمين. يسمح لي غادي ندوز هنا باش نركز على الأعمال. الصحافة. إذن هناك برامج ديال المصاحبة وإعادة الإدماج بالشكل الاجتماعي، وبرامج المصاحبة وإعادة الإدماج بالشكل الاقتصادي. بالنسبة لبرامج إعادة الإدماج بالشكل الاجتماعي كتمركز على مجموعة ديال المحاور اللي كنشتغلوا عليها، طبعا في إطار مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج اللي كتقوم بتنزيل المضامين الاستراتيجية اللي تسهر عليها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. هذه المراكز عندنا 10 ديال المراكز هي مفعلة وثلاثة كذا الافتتاح. المعذرة. هو اللي يوقف عليه. بالنسبة للمحاور الخدمات اللي تقدمت في السنة 2022 بلغت 47,065 خدمة، وجهت لفئات مختلفة من النساء وفئات الذكور والنساء والأحداث في تماس مع القانون. شملت مجموعة من المحاور. المحور العائلي كانت عندنا 2,670 خدمة هذه السنة. المحور الإداري والقضائي 4,149 خدمة. بالنسبة للمحور التعليم والتكوين 854. المحور الصحي حظي النصري للأسف هذه السنة هذه، لأن كانت مجموعة من الخدمات الصحية اللي كتشمل المحور الصحي كتضمن قوافل طبية كان العدد ديالها هو 979 قافلة طبية، عدد المستفيدين 17,180. حملات تحسيسية عددها 70 حملة تحسيسية. الخدمات الصحية طبعا كانت للشقين البدني والنفسي كان استفدوا منها حوالي 12,032. بالإضافة إلى محور حماية الطفولة والأطفال في تماس مع القانون كنشتغلوا وفق برنامج ألو مصاحبة الذي تنهض به مؤسسة محمد السادس. أو إدمان عندنا فايق ديال الصحة النفسية اللي فيه 12 طبيب، وعندنا فايق ديال الدعم الاجتماعي، وعندنا فايق ديال الأساتذة اللي كنديروا الدعم مباشرة. إن شاء الله ديال الصباح فين بغيت دير؟ في العيون. نجمع في العيون وعينينا عليه دائما تيوحد. السيد نواد بن حمزة جهاز الدار البيضاء سناس. فين بغيت دير فين بغيت دير وحنا ندير بالتوفيق الله يسلمك. رجع هو كيف رجع كيف شي راسو بقول لك غادي دير غادي دير السيدة مواجهة الجهة والطرف. ببني ملال والسيد وكيل العام لديها، السيد المحترم رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال والسيد وكيل ملك لديها، السيد المحترم رئيس جهة بني ملال خنيفرة، السيد المحترم ممثل السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيدات والسادة المحترمين ممثلي الوزارات وباقي القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة.
السيدات والسادة المحترمين بممثلي وسائل الإعلام، حضور اللقاء كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير الواجب له. إخواني المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل، أرحب بالحضور وبكل من ساهم ويساهم معنا في تأثيث هذا الحفل بحضوره، بمشاركاته، بإبداعاته القيمة. جاء في الأثر: حب الأوطان من الإيمان. أحبائي الكرام، أيها الحضور الكريم، أدعو الجميع لطفاً بالوقوف لتحية العلم. السيد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، السيد رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح اللاممركزة، السادة المستفيدون من مشاريع مدرة للدخل، السادة ممثلو وسائل الإعلام، حضرات السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الكريم الذي ينظم بمناسبة توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة مجموعة من نزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم الذين انخرطوا واستفادوا من برنامج مصالحة، وذلك في إطار العناية الخاصة والمتواصلة التي يتم إيلاؤها لهذه الفئة من المواطنين طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الهادفة إلى تعزيز قيم المملكة النبيلة في مجال تفعيل البرامج الإدماجية للنهوض بأوضاع نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر للسيد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على المجهودات التي يبذلها للتطوير والرفع من أداء هذه المؤسسة لتكون قوة اقتراحية ورافعة في مجال إعادة الإدماج وتعزيز قيم المواطنة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بأسلوب تكاملي وفي إطار عمل تشاركي مع العديد من القطاعات والفاعلين ذوي الصلة بالميدان لتنزيل فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بما يحفظ كرامة نزيلات ونزلاء المؤسسة السجنية والأطفال في وضعية تماس مع القانون، وكذا تعزيز قيم المواطنة ومحاربة حالة العود للفعل الجرمي. كما أغتنم هذه المناسبة لاستحضار والتنويه بالمجهودات المحمودة المبذولة من طرف كافة المؤسسات الشريكة في برنامج مصالحة، وأخص بالذكر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرابطة المحمدية للعلماء، السلطة القضائية والنيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني. هذه المجهودات تهدف إلى تكريس البعد الحقوقي والقانوني من خلال تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول
الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، وتمكينهم من المصالحة مع ذواتهم ومع المجتمع، وتزويدهم بالمداخل والآليات التي تمكن من فهم النص الديني فهما صحيحا وفق الثوابت التي تبنتها المملكة. ونغتنم هذه الفرصة كذلك لنعبر عن تنويهنا بالانخراط الفعلي والإيجابي لكافة الشركاء والمتعاونين على المستوى الوطني والدولي في المجهودات المبذولة لضمان الرعاية اللاحقة لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم، خاصة من خلال مبادرات إعادة التأهيل والإدماج التي أصبحت تحقق لهذه الفئة من المواطنين كل الظروف التي تشعرهم بمواطنتهم الكاملة وتيسر لهم سبل الإدماج الفعال والسليم داخل المجتمع والمساهمة في التنمية الشاملة للمغرب. ولا تفوتني هذه المناسبة دون التعبير عن تهانئنا الحارة لجميع المفرج عنهم الحاضرين معنا في هذا الحفل على استفادتهم من العفو الملكي السامي ومعانقتهم للحرية من جديد بعدما أبانوا خاصة من خلال انخراطهم ومشاركتهم الموفقة في برنامج مصالحة على توبتهم وعن حسن نيتهم والتزامهم بتفادي حالة العود إلى الخطأ والسير في الطريق الصواب. حضرات السيدات والسادة، إن حفل اليوم يعتبر من المبادرات ذات الحمولة الاجتماعية القوية التي تجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للمواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته التوطين على تمكينهم من إدماج سلوك مهني ملائم عند إطلاق سراحهم، كما يعكس الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع ومحاربة الانحراف وخفض عدد نزلاء السجون ومعدل حالات العود وإحداث أنشطة مدرة للدخل. فما علينا إلا أن نبارك هذه المبادرة الطيبة التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تهدف إلى تمكين 29 من نزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم ممن انخرطوا وكانوا موضوع برنامج مصالحة من مشاريع مدرة للدخل ستفتح لهم آفاقا جديدة وتوفر لهم الفرص لإدماج الفاعل في محيطهم السوسيو-اقتصادي بعد معانقة الحرية من جديد. فهذه المبادرة وهذه البادرة تندرج ضمن مجموعة من المجهودات الجبارة التي تحرص هذه المؤسسة إلى جانب عدد من الفاعلين الآخرين مشكورين على القيام بها، والتي تشكل جانبا أساسيا وحيويا لضمان الكرامة الإنسانية لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة من خلال تمكينهم من تمضية عقوباتهم في ظل ظروف تحافظ على احترامهم لذواتهم وتضاعف إحساسهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم والمجتمع وتصون كرامتهم. هذا بالإضافة إلى الحرص على مصاحبة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية في المجتمع بعد إطلاق سراحهم من خلال سلسلة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تكوينية وتأهيلية ومهنية تمكن المستفيدين من الاندماج بسلاسة في الحياة الاقتصادية وسوق الشغل، وتيسر لهم فرص لاكتساب معارف ومهارات جديدة تمكنهم من تجنب والابتعاد عن الأفكار والتصرفات السالبة للحرية. حضرات السيدات والسادة، إن لقاءنا اليوم يشكل مناسبة نستحضر فيها الوعي لدى الفاعلين والمتدخلين على مستوى هذه الجهة بضرورة إيلاء العناية اللازمة لنزلاء المؤسسات السجنية وبحقهم في المواكبة والتتبع أثناء مرحلة الاعتقال ومرحلة العناية اللاحقة بعد قضاء فترة العقوبة. وفي هذا السياق فقد أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 عناية واهتماما خاصين بكل الفئات الهشة،
معتمدة في ذلك على مجموعة من القيم الراقية كاحترام كرامة الإنسان وترسيخ ثقافة المواطنين في المستقبل وتعزيز انخراط وإدماج كافة المواطنين في النسيج الاقتصادي. ولتسجيل هذه القيم والمبادئ على أرض الواقع وضعت المبادرة الوطنية برنامجا خاصا لمحاربة الهشاشة الذي يعنى بكل الفئات الهشة، ويتوخى محاربة الهشاشة والاهتمام بالأشخاص المهمشين والموجودين في وضعية جد صعبة وتحسين ظروف عيشهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية خصوصا بالنسبة لفئة السجناء السابقين، مع الاعتراف بهؤلاء كمساهمين حيويين في النسيج التنموي وبقدراتهم لفرض وجودهم ومساهمتهم في تنمية البلاد. وفي هذا الإطار فقد تم إنجاز مجموعة من المشاريع على مستوى هذه الجهة بتكلفة مالية ناهزت 8.5 مليون درهم، تشمل بناء وتجهيز مركزا لإدماج ومواكبة السجناء السابقين ببني ملال، تجهيز قاعات بالمعدات الإعلامية بالمؤسسات السجنية من جهة، اقتناء سيارات إسعاف وتجهيزات طبية لفائدة المؤسسات السجنية، دعم مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية السابقين، فضلا عن الدعم التقني والمالي للجمعيات النشيطة في مجال الاهتمام بالسجناء كاقتناء تجهيزات توفير الدعم لتسيير المراكز الخاصة بالسجناء إلى غير ذلك، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالتكوين وتقوية القدرات. ولتعزيز هذه الجهود سيتم خلال هذا الحفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببني ملال ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تهدف إلى دعم وإحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مضرة للدخل لفائدة الأشخاص المفرج عنهم الساكنين بإقليم بني ملال والمستوفين للشروط اللازمة، وذلك بكلفة إجمالية حددت في 1 مليون درهم. حضرات السيدات والسادة، لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أجدد تشكراتي وتقديري للمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء وكافة الشركاء والمتدخلين الآخرين للنهوض بأوضاع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية والمراكز الإصلاحية سواء داخل هذه المؤسسات أو خارجها. كما أود أن أجدد تهاني للمستفيدين من المشاريع المدرة للدخل التي ستوزع خلال هذا الحفل على اختيارهم للاستفادة من هذا الدعم الذي أتمنى أن يشكل قوة محفزة وانطلاقة فعلية لهؤلاء الأشخاص للاندماج في محيطهم السوسيو-اقتصادي وتحقيق العيش الكريم لهم ولعائلاتهم. وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا العزيز تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على جهة بني ملال خنيفر، السيد الفاضل المحترم رئيس جهة بني ملال خنيفر، السيد الفاضل المحترم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو أحد المدارس التي أفخر بأنني مررت منها، الفاضل المحترم السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، السيد المحترم رئيس المحكمة الابتدائية، السيد المحترم وكيل الملك لديها، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيدين رئيسي المصالح الأمنية، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية للوزارات والقطاعات والمؤسسات الشريكة والصديقة للمؤسسة، السيدات والسادة حضور اللقاء من رجال نساء ورجال الإعلام والمجتمع المدني، أبنائي وإخواني نزلاء سابقون المؤسسات السجنية، نتاج برنامج مصالحة وموضوع نظام الرعاية اللاحقة. شرف عظيم يغمرني وأنا أتواجد في هذا اليوم الوثاق. أنا عبد الواحد جمالي الأدريسي، المستشار بمحكمة النقد والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
في هذا الحفل كما قلت هذا اليوم المرتقب وهذا الحفل البهيج الذي أعتبره بحق أحد المحطات المضيئة في تاريخ الإنسانية. لماذا؟ لأنه سنوه في بضع دقائق، ولكن لا ينبغي أن يقاس بعدد الثواني والدقائق، وإنما بما تختزله كل ثانية، بما تحتويه وتستبطنه كل دقيقة من هذه الدقائق من قيم الوفاء، من قيم التضامن، من قيم العيش بسلام وروح الإخاء، قيم تربو بنا بنعومة من تواجد مشترك إلى وجدان مشترك. مؤسسة محمد السادس لإعادة خدمة السجناء أسست على يدي صاحب الجلالة حفظه الله بداية 2002 لتجيب عن سؤال تربوي لازم البشرية منذ بدئها، وهو سؤال التعامل مع الجريمة ومرتكب الجريمة. لقد ظلت البشرية منذ فجر تواجدها على البسيطة، منذ أن قتل قابيل هابيل وهما أخوان لم يقتتلا من أجل المناصب ولا المكاسب، وإنما كان مهماز المحرك الجريمة هو ما تضمره النفس البشرية من غيرة ومن كراهية ومشاعر عدم تلجيمها بالكوابح الأخلاقية تتدفق في شكل سلوكات عدوانية. منذ ذلك الحين والبشرية تجرب أنواع الاقتصاص والعقاب وتتفنن في ضروب الانتقام من مرتكبها دون أن تستطيع تقليص حجمها أو خفض منسوب مرتكبها، بل ظلت تركب مع الإنسان قطار الحياة وتتغذى من كل ما يصل إليه العقل البشري من فنون وعلوم. وأتحدث تحت رقابة أساتذة أعضاء السلطة القضائية أو ممثلي السلطة القضائية عن الجرائم المتطورة التي تقع اليوم. جاءت كما قلت لتجيب عن هذا السؤال: من الذي يدخل السجن؟ هل الجريمة أم مرتكب الجريمة؟ هل العقوبة تنصرف إلى الماضي وتمحو الجريمة وتحيي الضحية، أم أنها لها وظيفة مستقبلية ينبغي أن تأتي بنفع؟ هل العقوبة تكلفة مالية تثقل كاهل الدولة؟ عليها أن تعود بريح لفائدة الوطن وليس كسادا. هل الذي يدخل الجريمة الإنسان؟ هل يدخل السجن الإنسان أم الجريمة؟ قد يدخل الإنسان ولا نشتغل معه، وقد يعانقها وهي تقبع خلف الأسوار بمجرد الإفراج عنه. أسئلة فيض من غير. لهذا تحول السجن إلى محطة جديدة، وتحولت العقوبة إلى فرصة لتعديل السلوك، لكشف المهارات، لتطوير القدرات من خلال برامج تعدها المندوبية باحترافية عالية وبرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن خلال تدخل كافة القطاعات ذات الصلة بعملية إعادة صياغة السلوك وإعادة بناء الإنسان. قدرنا أننا لا نصنع الجواهر ولا نبني العمارات، ولكن قدرنا أننا نتعامل مع الجانب المعتل في الإنسان، وعلينا أن نرفعه إلى حال السواء أو ما يقارب حال السواء إنشادا لأمن نريده جميعا. برامج كما قلت داخل الفضاء السجني تعد من الجيل الجديد. نتحدث اليوم داخل الفضاء السجني عن الجامعة السجون، عن المقهى الثقافي، عن برامج إبداعية وفنية، وعن سباقات شعرية ونثرية وما شابه، ليصبح الإنسان إذا ما غدا أسوار السجن وإذا ما أتم فترة العقوبة أو أفرج عنه لسبب له موجباته يستطيع أن يؤمن بأن خلف الجدران يقبع فجر جميل ويقبع أمل يمكن من خلاله أن يعود إلى أدواره الاجتماعية. لماذا؟ المؤسسة هي جمعية وليس قطاعا تابع للحكومة، لأن الرعاية اللاحقة لا ينبغي أن ترتبط بالعقوبة وتعد امتدادا لها، ولأن نزيل المؤسسة السجنية أتى من الجماعة وهو أكيد عائد إلى الجماعة، فعلى هذه الجماعة أن تمكنه وتحتضنه بعد أن أدم بذمته تجاه المجتمع وهي العقوبة. أداها ولم تعد بذمته أثار
الجريمة، وعليه أن يعيش بسلام وأمان داخل المجتمع. برنامج مصالح وهو أيقونة البرامج وهو فخر هذا الوطن، يتم تحت رعاية السامي لصاحب الجلالة، تقوده المندوبية والرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة محمد السادس لإعادة السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكيد كافة القطاعات المتدخلة يتقدمها السلطة القضائية، وكذا المبادرة الوطنية الداعم والسند القوي في تمويل وفي الدفع نحو الانخراط في النسيج الاقتصادي ليصبح وليتحول نزيل المؤسسة السجنية من الاتكالية إلى الاعتمادية، من مستهلك إلى منتج، من ضار لا قدر الله إلى نافع. هذه هي الفلسفة. هذا البرنامج يقوم على أبعاد وعلى محاور غايتها التصالح مع الذات والتصالح مع النص الديني والتصالح مع المجتمع، حتى إذا ما اجتاز هذا الاختبار بطواعية وبإيمان وبتخلي حقيقي عن أفكار ظلامية، ينبغي أن يدمج كمواطن. لا يمكن للحقوق السامية للحرية أن تجرده من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية. رسالتي إلى الإعلام، رسالتي إلى المجتمع المدني، هذا العمل الذي تقوم به المندوبية والرابطة وكافة مكونات الدولة تحت رعاية السامي لصاحب الجلالة ينبغي أو يتوقف على حلقة مهمة وقوية، وهي حلقة الوصل أو صخرة الوصل التي لا قدر الله قد تصطدم بها العملية بأمتها ولا تؤتي أكلها الحقيقي الذي هو اندماج حقيقي في النسيجين الاجتماعي والوطني. هو الفلسفة التي تحدثت عنها في مقدمة الكلام، أن ننتقل من تواجد مشترك إلى وجدان مشترك. حينما سقط ابننا جميعا رحمه الله ريان في البئر، كان بجواري في أحد المقاهي رجل يبكي ويبتهل إلى السماء لتتدخل الألطاف الإلهية ليخرج هذا الابن من البئر سالما، وكان في ذات الوقت يمد حذاءه إلى طفل آخر ليلمع له الحذاء. فطرحت السؤال: أي الجبين أخطر؟ أي البئرين أعمق؟ بئر الحجر أم بئر البشر؟ ينبغي أن نتجاوز هذا التمزق الأخلاقي بتقبل الآخر واحتضانه، لأن آدم التسامح، أدقه الآخر، أدقه الاختلاف. هذا ما ننشده في أرض السلام، مجتمع متضامن متماسك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله. وأشكركم على حسن الاستماع. شكرا. كان هناك تعامل به هو مزيان، عكس ما تيتوجه بعض الجهات. والصراحه استفدت منه، تلقينا تقرير اساسيه سواء كانت السلطه القضائيه لانها الرابطه المحمديه الى غيره، واستفدت من العفو الملكي السامي المواجهه الملك فائده على رئيس الحرب العامه للقوات المسلحه الامريكيه حفظه الله. ذات المشروع ديالي اللي هو فلا فارماسي، هذه كانت الفكره ديال الزوجه ديال الحكم تشتغل فارماسي. بديت فيه تحت تقريبا لو كان 11 فاش فتحت، وبهذه المساعده ديال مؤسسه محمد السادس لإعادة إدماج الجلاء غادي تكون واحد الفعالية مزيانة. بالنسبة من بعد فاش خرجت من السجن بصراحة ما لقيت حتى شي مشكل بالنسبة للبلاصة فين تنسكن ولا شي حاجة، شي ربما مضايقات ولا تلميحات ولا شي حاجة، ما كاين حتى شي حاجة. بالعكس كان عندي صحابي هما عسكر ومازال دابا تيتقوا، وكاين بوليس سندسو عادي، كاين جندار، كاين المهم السداد ديال الوسط اللي كان تما. ونهار من باطن نشكرهم لان حتى هما قدموا لي واحد الدعم معنوي. شويه الهضره وتيجيو يتقداو كما تيقولوا سميتو واحد كلمه الشكر رؤساء ديال الضباط وضباط الفوج الرابع لحراسه الحدود، وعلى راسهم قائد الفوج اللي كانت حتى هو فاش يلاه خرج تستقبلني، وكانت واحد الدفعه معنويه مزيانه. كما تنشكر بهذه المناسبه هذا اللقاء هذا
الزوجه ديالي اللي كانت مسانده لي وهي بسبب باش درت هذا المشروع هذا اللي الحمد لله دابا غادي مزيان. هادشي اللي السيد والي جهه بن الله خليفه تتقدم باسماء عباره الولاء والاخلاص مناجاة الملك سيد محمد السادس والقائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه. الله يطول عمركم. السيد المنسق العام لمصالح مؤسسه محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السادة ممثلي السلطات الترابية بالجهة، السادة ممثلي وسائل الإعلام، السيدات والسادة الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب في حقه. يشرفني في هذا الحفل الكريم وهذا الاجتماع العظيم بمناسبة تسلمنا لمشاريع مديرة للدخل، أتقدم بهذه الشهادة بين يدي حضراتكم. أنا مواطن مغربي حافظ الوفي من مدينة مكياس، نزيل وصابر ومستفيد من برنامج مصالحة في نسخته الثالثة سنة 2019. ففي مرحلة معينة بأفكاري كنت أظنها مقدسة، قدسية النص القرآني وقدسية ما صح عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لاعتقادي أن تلك الأفكار كانت تمثل الفهم الصحيح والحصري للإسلام، لكن ولعدة اعتبارات وعوامل من الاستكمال للدراسة الجامعية والانفتاح على القراءة وجلوس طويلا مع نفسي في إطار ممارسة للنقد الذاتي، قمت بمراجعة فكرية وتمكنت من إحداث قطيعة واعية وصادقة مع تلك الأفكار والتأويلات الخاطئة لديننا الحنيف، وكان تتويج هذا المسار الإيجابي ومشاركتي في برنامج مصالحة الذي يمثل صرحا أكاديميا علميا مباركا تمكنا من خلاله بفضل مختلف المتدخلين بهذا البرنامج من الاستفادة من مجموعة من المحاضرات العلمية في شتى المجالات. يعني برنامج بلغت مدة حصصه أزيد من 250 ساعة في مدة وجيزة. البرنامج كان مكثفا يضاهي ما يقضيه الطالب خلال سنتين في الماستر، وكانت محاور البرنامج شمولية، يعني هناك محاضرات هامة ما هو حقوقي وما هو قانوني وما هو ديني وفكري وسوسيو اقتصادي، وكان الرهان عالي في هذا البرنامج. يعني فقط لكي أعطي بعض الأمثلة، مثلا ما هو حقوقي، يعني كانت هناك دراسة للمسار الحقوقي الذي عرفه المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي، مرورا بتجربة العدالة الانتقالية وبتجربة الاعتصاف والمصالحة ومخرجاتها. كذلك استفدنا من معرفة الظاهرة الدستورية بالمغرب منذ أول محاولة دستورية التي عرفها المغرب مطلع القرن العشرين بالضبط سنة 1908، مرورا بالدساتير الستة: دستور 62 70 72 92 96 الدستور الأخير سنة 2011. كانت محاضرات مرتبطة بالقانون والسياسة الجنائية والفلسفة التشريع، وكذلك الجانب الفكري الذي كان حاضرا بقوة، الذي من خلاله تمكنا من تملك الآليات والقواعد العلمية لفهم النص الديني بشكل صحيح. فبرنامج مصالحة من خلال محاوره المصالحة مع الذات ومع النص الديني ومع المجتمع يعني زودنا بكل هذه الأدوات وهذه المقومات، وخرجنا الحمد لله ونحن متملكين لمقومات المواطنة الحقة وعلى استعداد كامل لكي نعيش داخل مجتمعنا كمواطنين صالحين. فاستفدنا على مستوى الفهم الصحيح لنصوص الإسلام، وكذلك كيف نتعامل وكيف نتفاعل بقيمة الرشد مع مختلف الأنام. فكان بعد تجربة الاعتقال وبعد الاستفادة من العفو والنول والسامع، والذي بهذه المناسبة أرفع أسمع عبارات الشكر لصاحب الجلالة مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله، الذي
ما فات بدون عناية خاصة لهذه الفئة من رعايا الأوفياء. فقلت بعد تجربة مصالحة كانت هناك مواكبة بعدية، بعد خروجي من المؤسسة السجنية التحقت مباشرة بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وكانت هناك مواكبة على كافة المستويات، يعني مواكبة نفسية وقانونية واجتماعية وأسرية صحية كذلك، ومواكبة بخصوص فكرة المشروع الذي اخترته بعد أن استفدت من دورة تكوينية بمعهد خاص في الصيانة المعلوماتية. فكانت مواكبتي على مستوى هذا المشروع إلى أن تم قبول مشروعي الذي سوف أتسلمه في هذا الحفل الكريم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فكل هذه المجهودات صراحة يعني تجعل كل فرد منا يزداد استشعارا بمسؤوليته حتى يكسب الرهان، وهو أن نعيش داخل مجتمعنا كما قلت بمقومات المواطنين الصالحين، وأن تكون هذه التجربة جعلت منا أقوى مما كنا عليه. وخير ما أختم به وأن أجدد شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولكل المسؤولين المتدخلين في هذا الإطار، وجزاكم الله خير على هذه المجهودات العظيمة التي تبذلونها. وصلى الله تعالى أن نكون عند حسن ظنكم وثقتكم. السلام عليكم ورحمة الله. كنت كنقرا تلميذة عادية، كنت صغيرة بزاف، درت فيسبوك، بديت كنتكونيكتا مع ناس بالتوتر، يعني ما كنتش عارفاهم في الأول هما شكون. في الأول كانت بدات غير حنايا كنقراو القرآن، حنايا كنديرو الدين يعني بالطريقة الصحيحة وكذا. كنت كنقول خطيرة بزاف في الفيسبوك معاهم، عندي لا طموح لا أحلام لا أهداف، يعني ما كنتش شحال هادي حتى شي حاجة. تراقبت واحد المدة، بديت كنجمع ورقاتي باش أني نمشي لعندهم. في هذه الفترة هذه بالضبط تم الاعتقال ديالي. في هذه الفترة هذه ديال الاعتقال كنت في صراع ما بيني وبين راسي. دفعت طلب ديال المصالحة والحمد لله تم الاستجابة ديالو، يعني بواحد السرعة. استفدت من البرنامج ديال المصالحة اللي كانوا فيه 4 المحاور، 4 المجالات: المجال النفسي، القانوني والحقوقي، المجال الاقتصادي، والمجال الديني. ودابا كما كتشوفوا تابعت معايا مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء السابقين. المشروع ديالي اللي كان بناء على الطلب ديالي وعلى الرغبة ديالي، يعني ولات عندي واحد الدرع واقي لأي حاجة بحال هكذا، سواء التطرف سواء حاجة أخرى يعني غنواجهها في المستقبل. وبهذا المشروع غنقدر أن يكون المستقبل ديالي، وغيكون المشروع كذلك ديال تكمل المشروع ديال مؤسسة محمد السادس للتأمين فيه. كنت نزيلة سابقة اعتقلت بتهمة الإرهاب، حيث كنت ضحية من بين الضحايا اللي كان تم شحنهم بأفكار عدوانية تجاه المجتمع، واللي تحكم علي ب5 سنوات نافذة. غير أنني شاركت وانخرطت في برنامج اللي غير المجرى ديال حياتي، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. طبعا واكبتنا وساعدتنا وساندتنا نفسيا، لأنه حاولت أن ما أمكن دير جدال تحسسني بأننا مواطنات، وتمحي لك البصمة ديال كوننا كنا معتقلات سابقات وقدرت تبنينا مجموعة ديال الأفكار. وساعدتنا طبعا حتى من الناحية المالية، أنه يعني قدمت لنا مشاريع، يعني عاونتنا في أفكار ومولتنا وخلتنا أننا نكونوا قادة أننا نسيروا بعض المشاريع ديالنا. وطبعا كنكون واحد الدراسة وباش نكونوا نساء ناجحات، ونحاولوا نحيد ديك الصورة النمطية اللي كتعطى على الساجنة أو الساجن أنه يقدر يتنغص من فرق. أنا نزيلة سابقة في المؤسسة السجنية، تتخذت بتهمة الإرهاب لأنني تحركت من قبل الجماعات المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لصغر السن ديالي وقلة الوعي الديني. الشيء اللي خلاني أنني تعتقلت، اللي واخا تعتقلت الحمد لله كتبت بزاف ديال الحوايج زوينين، منهم أنني كملت قرايتي، أنني استفدت من برنامج المصالحة اللي أطلع مجموعة من الأساتذة والخبراء من الجانب النفسي من الجانب الديني من الجانب الاقتصادي. وهو كيف ما كتشوفوا اليوم أنني استفدت من المشروع ديالي اللي هو عبارة عن مشروع سناك. والحمد لله استفدت من العفو الملكي السامي اللي قدمه لنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
والحمد لله وفرت لي المؤسسه السجنيه انني نكمل قرايتي داخل السجن بحصه عشان البكالوريا، والحمد لله دابا كنتابع الدراسه ديالي الجامعيه. واليوم انا الصراحه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، بصراحه هذا المشروع غادي يفتح لي افاق جديده ويفتح لي ان نبني علاقات جديده مع الناس ديال المجتمع ديالي ونحقق به الاهداف ديالي ونبني مستقبل زاهر ان شاء الله ونكون في المستوى المطلوب للمؤسسه. نمر إلى لحظة لا تقل أهمية عن سابقاتها، وهي لحظة توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والسيد والي صاحب الجلالة لجهة بني ملال ونفرة بصفته رئيس اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الشهيد الأصيل والفاعل القوي في عملية الإدماج الاقتصادي لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية على النحو الذي تقوم به عن صاحب الملك محمد السادس حفظه الله في هذا المكان. يشرفنا نحن رعاياكم الأوفياء النزلاء السابقون بالمؤسسات السجنية والذين استفادوا من برنامج المصالحة أن نرفع إلى جليل مقامكم أسمى آيات الولاء والإخلاص مقرونة بصادق عبارات الشكر والامتنان على ما شملنا من عناية مولوية سامية مزجت البعد الاجتماعي للرعاية الشاملة بتعزيز منسوب الكرامة الإنسانية دون أن تعجبها عنا العقوبة السالبة للحرية، ما أحيا بداخلنا رغبة أكيدة في الاندماج ضمن نسيج هذا الوطن المتماسك المبارك، فانخرطنا طوعا في البرنامج الرائد المصالحة الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والرابطة المحمدية للعلماء، وثلة من الفاعلين والخبراء والمختصين مسترشدين في تأطيرنا وتوجيهنا وتقويم أفكارنا بتوجيهات جلالتكم السديدة وبالوارد في خطبكم النيرة، متخذين منها صروحا وقوائم ترفع هذا البرنامج المطهر للقلوب والعقول بترياق المحبة والتسامح ونبذ الغلو والتطرف بمختلف صورهما، وهو ما ارتقى بنا إلى مراتب فهم الخلل وإدراك ما اعتنقناه عن جهل في الماضي من أفكار خاطئة مضللة، وفتح لنا باب استكمال عملية إعادة إدماجنا في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي من خلال المهام التي تنهض بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تقيدا بتوجيهاتكم الرشيدة في الرعاية والعناية بهذه الفئة من المواطنين. ولا يفوتنا يا مولاي والمملكة المغربية ترفع في نعم الأمن والسلام وتعيش نشوة أفراح عيد الأضحى المبارك تحت قيادتكم الحكيمة، دون أن نتقدم إلى جليل مقامكم الشريف بأزكى التهاني وأطيب الأماني، رافعين أكف الضراعة من المولى عز وجل أن يبقيكم ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، ويحقق على أيديكم الكريمتين الخير واليمن والبركات، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية، ويقر عين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد أزركم بشقيقكم الأمجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العام بالله. حرر ببني ملال تاريخ 15 يونيو 2023 الموافق ل 26 ذي القعدة 1404.